انا جيت نروح وشوفوا سبحان الله تلاقيت مع واحد الاخ، حبيت ندعي له. ها قاعد يدعي له، اخ غريب. شوف، اخ غريب قال لي جيت نزور قبر بابا، قال لي ندعي لهذا الميت. قال لي شفتكم قبيله دفنتوه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا اله الا الله. كم من غريب في الارض مشهور في السماوات. ما تظلموش وخلوا الناس، هذا نيت أتنيت، خلوا الناس ترجع لبلادها. عاونوا الناس يا أعوان السفارة، تاك خدامك دير في واجبك، سهل للناس. السلام عليكم، صلي على الحبيب قلبك يطيب. اليوم المنظر حزين، الجو حزين، يا الله. يوم جنازة أخونا العمري الله يرحمه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أخونا العمري من قدماء هنا في مدينة نوتنغهام، تقريبا 40 سنة هو في نوتنغهام. مات بمرض الله يرحمه، مرض عضال، تقريبا 3 سنين هو مريض، والحمد لله على كل حال. بارك الله فيك، ثانك يو brother، جزاك الله خير، ثانك يو brother العمريني، ثانك يو فيري ماتش brother. امشي بيه امشي ان شاء الله. هذه هي الغربة، هذه هي الغربة، وهذه هي حالة الدنيا. يوما ما سوف ترحل، يوما ما سوف ترحل. وفي الغربة صعيبة انك تدفن بعد على اهلك، بعيد على احبابك، اصعب حاجة. خونا العمري الله يرحمه عنده قصة حزينة 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 بزاف، أكثر من كل الناس، كل غربة. خونا العمري من هادوك اللي كتب له ربي ما يرجعش للبلاد مدة 38 سنة، تبان 38 سنة ما رجعش للبلاد. وعلاش؟ باسكو ظلموه. هو كان من ضباط في الجيش الجزائري، وهرب كيما بزاف ناس هربوا لسبب ما. المهم ما ظلم، ما قتل، ما سيح الدم، قضيته انه هرب. زرطة بزاف الناس دير خدمة وطنية وتزرطي. واش صرالو كي جا الوئام في هذه في عام 86، في 86 كي خونا العمري جا وقت انه يدير كبارطو باش يرجع الجزائر، ما خلاوهش. هذه في 99 كي جا الوئام المدني، وكان الاعفاء على كل من هرب، وعلى كل من يعني يخرج من وطنه، وكاين اللي بالك حتى اذى وطنه. جا الاعفاء عليهم. العمري خونا ما ظلم، ما ما سيح الدم، ما حتى حاجه. قضيته انه برك تشاجر مع واحد في السفارة الجزائرية في 99 كي راح باش يخدم باسبورو. لا اله الا الله. تشاجر مع واحد وملتمة، دار اكس حمراء، دار اكس، قال له الا راك راجل روح الجزائر. ظلموه خونا العمري، ظلموه بزاف. يعني 38 سنة ما تروح تشوف الوالدة، ما تشوف وطنك. علاش الظلم هذا؟ علاش؟ انا الفيديو هذا ديروه برك نداء لكل واحد ظالم، لك الله، ربي يخلصك وتشوف باللي الظلم، الغربة هذه ديجا هي وحدها قاسية، ما تمناوها لحتى واحد، وتزيد انك تدفن وحدك هكا. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. وتعيب بالله، منظر تشقى قائر منه الجلود، والله غير جلدي. انا حبيبي بزاف نعرفه، عندي 20 سنة، من الناس اللي نعزهم بزاف. واحد من اللي هادوك اللي دايما يسقسي عليا، هادوك اللي يعيطوا غير باسكو يحبك، باسكو ما عنده حتى حاجه معاك، ما عنده حتى نيه حتى مصلحه معاك. من هادوك الناس اللي فريمون نعزهم بزاف. واكثر واحد نصحني في غربتي، في الصبر، في التحمل، في التعامل مع الناس. اكثر واحد نصحني العمري. يعني صدمة اخونا كبير، وان شاء الله ربي يرحمه وادعوا له. وهذا قضاء الله وقدره، ما نقول الا ما يرضي الله. انا لله وانا اليه راجعون. هذه هي الغربة. اذا تفكر في الغربة، فكر في هذا اليوم، انك يجي نهار وين تروح وحدك تانيت، ويجي نهار وين
تدفن في بلاد الناس، وربما تلقى قبر. ومرات كاين اللي صراو انهم ملقاو لهمش قبور، وسمعنا انهم حتى حرقوا الجثة تاعهم للتخلص منها. الغربة ماشي سهلة. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولم يبقى لك إلا الله الذي لا إله إلا هو. الله يرحمك خويا العمري، الله يرحمك، الله يرحمك. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا الله خلص الجنازة. هاي الدنيا، هاي الغربة من تخلص. هذه حياة الغربة. الغربة هي الدنيا، ماشي غير انك تكون غريب في الدنيا. الدنيا كامل غربة. عندها 10 ايام كنت عنده في الدار، قلت له يا العمري خويا، قلت له حايب ندير معاك فيديو تحكي حكايتك والظلم اللي صرا لك. قال لي انا عشت مستور ونموت مستور. قال لي ما دير لي حتى فيديو. قلت له تحكي فيها حكايتك، واش ظلموك وحقك ما خلاوكش ترجع لبلادك. كل ما تدفع دوسي يقولوا لك هاك تعرف ما نقدروا نديروا والو، كاين ضغوطات علينا من الفوق باش غير ما يزيدش تصرا. قال لي لا، قال لي نموت مستور، واللي ظلمني عند ربي. ظلموه مخلاوش يرجع لبلاده. قضية تاع واحد استغل القوة تاعو، واحد استغل البوفوار تاعو، حطوه في منصب. قال له إلا راك راجل ارجع للبلاد. قال له خط احمر في الدوسي تاعو. كل ما يروح الكونسيلا يقولوا له ما نقدروا نديروا لك والو. يدفع دوسي، يقولوا له دفع دوسي على روحك، بصح ما يعطوكش جواز السفر. تقريبا 40 سنة ما رجعش للبلاد. مات بالحرقة، مات غريب. هو غريب في الدنيا لكن معروف في السماء، معروفة قضيته في السماء. بزاف الناس ما كانوش يعرفوا القصة هذه لأنه كان شوية ساترها. القدماء اللي يعرفوا اللي قراب له يعرفوا هذه الحكاية. مات مظلوم، مات مريض. نسأل الله أنه يجعلها مغفرة له. هذا واش قدرنا نديرو. هذا اللي وفقنا ربي نديرو، أنه نسترخ ونحن كجالية مسلمة أولتها وكجالية جزائرية. وقت الشدة نتحدوا اليد في اليد. بالك كل واحد مشغول في حياته، في دنيته، في اموره، لكن وقت الشدة الله يبارك الناس كامل لبوا النداء وجاو حضروا ووقفوا معاه اخر لحظة. ستروا خونا لانه غريب ما عندوش اهل، عنده وليد وبنته. ربي ان شاء الله ربي يثبتهم له ان شاء الله. هذه هي غربة صعيبة. لا راك تفكر في الغربة، خمم مليح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.